السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين فراخ محشية مع رز مبهر، حاجة كده عايزة أقول لكم تحفة، طعمها ولا أروع من كده. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دعمونا كده بلايك كده حلو وشير كده وكومنت حلو كده منكم كده، دعمونا عشان نفضل مكملين معاكم كده. نسمي بسم الله كده معانا. هنحط حلة على النار علشان نعمل فيها الرز المبهر معانا. هحط معلقتين زيت، معلقة سمنة بلدي. وطبعا معايا الفراخ بقى اللي هحشيها، الكبد والقوانص بتاعتها غسلتهم كويس بملح وليمون. وقطعتهم بقى قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين، وهنزل بيهم بقى في السمنة والزيت اللي احنا حطيناهم وسخنوا، ننزل بيهم بعد ما يسخنوا كده علشان ايه ياخدوا صدمة معانا. في الأثناء دي احنا مقطعين بصلة كده ناعم، هنزل بيها على الكبد والقوانص. يبقى انا حطيت الكبد والقوانص اخدت تشميعة كده حلوة. وهنزل بالبصلة وهبدأ ايه احط بقى التوابل بتاعتي معايا كده، علشان البصل يدبل معايا ويغير لون كده. هحط بقى التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وكاري. عايزين نبهر كده الرز، وهنحط برضو معلقة كركم علشان ايه تدينا طعم ولون حلو للرز. اللي هنحشي يعني الرز ده هنحشي منه الفراخ وهنقدمه مع الفراخ كمان يعني، فايه هنبهره حلو كده وهيبقى رز لونه حلو كده باللون الكركم. البصلة كده دبلت واخدت كده خلاص التتبيلة بتاعتنا. معايا بقى الرز، طبعا الرز بالكمية اللي انتوا عايزينها. رز مصري مصري عادي يعني بلدي بتاعنا. غسلاه ومصفياه. هنزل بقى على البصل والكبد والقوانص كده والبهارات معايا والتوابل كده علشان ايه اقلبه فيه حلو كده ويشرب من التوابل معايا. هاخد منه على قد حشو الفراخ، مش طبعا مش هطبخ الرز كله، هاخد بس حبة على قد حشو الفراخ، هحطهم في حلة. وهحط لهم المية يعني ايه، المية يدوب مغطية او مش مغطية الرز كده يعني، عايزين الرز مستوي نص سوا. وهغطي عليها تاخد بقى غلوتين لحد ما تشرب كده المية، وهنطفي عليها ونسيبها تهدى كده معايا شوية علشان ايه نبدأ نحشي بيها الفراخ. دول الفراخ اللي هحشيهم فراخ صغيرة شوية للحشو كده علشان ايه تبقى معايا حلو. طبعا الفراخ غسلها كويس بملح وليمون ونقعها كويس، وبعد ما غسلتها ونقعتها صفيتها كويس وايه وهنشفها بورق مناديل برضو علشان مش عايزه فيها ميه خالص، عايزاها تبقى ناشفه. معايا بقى ملح وفلفل اسمر. هقلبهم حلو في بعضهم، وهبدا ايه اسوك بيهم الفراخ كده. انا عايزه اتبل ايه الفراخ كده بالملح والفلفل علشان ايه تبقى طعمها حلو معايا وميبقاش فيها زفارة ولا حاجة. الرز طبعا بعد ما خلص خلاص يعني يعتبر نص سوا كده خلاص. هبدأ بقى احشي بيه الفراخ بعد ما تبلتها بالملح والفلفل. هبدأ احشي الفراخ من قلبها وبين الجلد برضو. لو الرقبة موجودة معايا برضو ممكن احشيها، بس الفراخ دي من الرقبة بتاعتها مش موجودة لان مكنتش ايه يعني عاملة حساب ان انا هحشيها يعني. فمش موجود. فانا عملت بقى الحشو في قلب الفرخة من جوه كده، وهحشي بين الجلد برضو اللي هو بين الورك كده وبعضه. لو مش حابين يعني على قد قلب الفرخة. هو عامة الرز ما شاء الله يعني طعمه حلو، ف يعني مش. وبعدين احنا هنسوي الفراخ دي بتسوية حلوة كمان يعني ايه هيخلي معانا الرز كمان الفايض اللي احنا هنطبخه او هنقدمه معاها هيدينا طعم، عايزة اقول لكم طعمها تحفة. لان احنا هنسوي الفراخ في قلب الرز كمان، فهيخلي الرز طعمه حلو يعني. هخلص بقى حشو الفراخ وهبدأ ايه بخل السنان كده ايه اقفل الفراخ من ورا كده وهكتفها طبعا. معايا بقى الرز اللي فايض. الرقب بتاع الفراخ كده قطعته وحطيته برضو في الرز، وهبدأ احط له القعد بتاعه ميه مغليه. الرز طبعا انا ما حطيتلوش ميه قبل كده يعني ما سويتوش ولا حاجه، لا هو الرز انا اخدت منه على قد الفراخ وبقيت الرز زي ما هو ناشف غطيت عليه لحد ما جيت اطبخه. ميه مغليه وهحطها طبعا هو عليه الملح والبهارات بتاعته وكل حاجه.
حطيت القعد بتاعه، وهبدأ احط الفراخ فيه زي ما احنا شايفين كده، وهغطي عليه بقى واسيبه لحد ما يستوي. هو هياخد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. وهطفي عليه وهسيبه، مش هاجي جنبه لحد ما يهدى خالص ويعتبر الفراخ استوت. هبدأ اطلع الفراخ كده من الرز، وهحطها على صينية او على اي حاجة، وهدخلها الفرن تحت الشواية تاخد لون معايا. شايفين الرز ما شاء الله رهيب يا جماعة، طعمه تحفة. الفراخ طبعا مديه طعم حلو للرز، تسوية الفراخ في قلب الرز مدياله طعم حلو خالص. طبعا يعتبر شوربة الفراخ سوت الرز يعني. هحط بقى الفراخ كده زي ما احنا شايفين، حمرتها، والرز طبعا مبهر وطعمه حلو ولونه جميل. طلعته بقى حطيته كده على الرز زي ما احنا شايفين. يعني عايزه اقول لكم طعمه تحفه يا جماعه. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.